السلام عليكم أصدقائي. أتمنى منكم دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل جديد. المنتخبات بكل فئاتها وفي كل الدول يتم توفير الأجواء المثالية والدافع المعنوي لها، من أجل إعطاء اللاعبين الدافع القوي لإظهار كل ما عندهم من مهارات لتمثيل أوطانهم والظهور بشكل مشرف. لكن في اليمن اللاعب اليمني تجد هو من يكافح كي يشرف بلاده، ولا يملك ذاك الدافع المعنوي والمادي من أجل أن يظهر مهاراته في المحافل الخارجية وللظهور بشكل مشرف. ليس هذا فحسب، بل إن حرمانه من أبسط حقوقه لم يكتف به ذاك المسؤول عن كرة القدم في وطنه، بل وصل به الحد إلى تحطيم معنوياته وكسر عزمه على الظهور المشرف للكرة اليمنية، وحتى بدون مقابل. يأتي مسؤول الكرة في اتحاد مارب ليقوم بالتوجيه بطرد لاعبي منتخب اليمن الأولمبي من داخل الملعب الذي يحتضنهم في تدريباتهم من أجل الظهور المشرف للكرة اليمنية. تناسى ذاك المسؤول أن هذا المنتخب يمثل جميع أبناء الشعب اليمني، وأنه المسؤول الأول على دعم هذا المنتخب، لأنه يمثل كل الوطن ولا يمثل فئة دون فئة. المناظر التي شاهدها الجميع لمنتخب اليمن الأولمبي وهو في الشارع ويبحث عن وسيلة مواصلات جعلت الجميع يتألم من ذاك التصرف الأرعن. لكن هذا المنتخب ومدربه القدير الكابتن أمين السنيني لم يستسلموا لذاك القرار، بل إنهم واصلوا تدريباتهم في أحد الملاعب الخاصة بالمدارس في محافظة مرب، لأن حب الوطن مزروع في قلوبهم، ولن يأتي شخص مثل هذا ويزيل ذاك الدافع الذي يقتض بقلوبهم، لأنهم يمثلون وطنا بأكمله. بالتوفيق لمنتخبنا الأولمبي في الاستحقاقات القادمة.